ننبه أيضا على أن النون لما ننطقها النون المخفاة ممكن يأتي بعدها حرف مفخم، ممكن يأتي بعدها حرف مرقق. الحروف 15 هذه، صف ذا ثنا كم جاد شخص إلى آخره، هذه الحروف منها ما هو مفخم مثل صف من صلصال، ومنها ما هو مرقق الإنسان. لما أنطق نون مخفاة عند مفخم، عند صاد مثلا أو ضاد أو قاف، فإن صوت النون المخفاة يكون مفخما، فالغنة غنة النون المخفاة تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق. هذا شيء متلقى قرأنا به على كل الشيوخ بلا استثناء. لما يأتي بعد النون المخفاة حرف مرقق، فإن الصويت الفموي يتبع هذا الحرف ترقيقا. الإنسان، ما أستطيع أن أقول الإنسان مثلا، ما نسمعه من بعض إخواننا غير العرب، هذا بسبب عدم الإتقان، بسبب عدم الإتقان وعدم معرفة حقيقة ما يجري، وعدم يعني معرفة أن كلام العرب مبني على السهولة وعلى تهيئة الفم على الحرف الآتي. انتبهنا كيف؟ فلذلك عندما تكون النون الساكنة بعدها مرقق، أنفسكم، أنزل، أنزل، ما في داعي يقول أنزل، ما في نون مغلظة. من أين يأتيها التغليظ؟ ما لها سبب. نعود إلى ما كنا بصدده لنقول بأن غنة النون المخفاة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. هذا أمر لابد أن نعرفه، وسببه كما ذكرت أن الفم مهيأ على مخرج الحرف الآتي. إن لم يهيئ القارئ فمه على مخرج الحرف الآتي لم ينطق إخفاء صحيحا ولم يفهم معنى الإخفاء. فانتبهوا لهذا، وأخص بالكلام إخواننا من غير العرب الذين عندهم أخطاء ستمر معنا بعد قليل. ننتقل إلى اللوحة التالية. تنبيه: يكون صوت النون المخفاة مفخما إن جاء بعده حرف مفخم، نحو منصورا، بريح صرصر، عن طبق، انظر. كل هذه الأمثلة غنتها مفخمة. لما؟ لأن الحرف الذي لون بالأحمر وهو الحرف الآتي بعد النون مفخم. شو سبب هذا التفخيم؟ نرى في السطر الأخير: وذلك بسبب، لاحظوا لونتهم لكم بالأحمر حتى تعرفونهما، رجوع لسان المزمار، هذا أمر، والأمر الثاني وتصعد الصويت الفموي إلى قبة الحنك. هذين الأمرين مجموعهما يسبب يعني التفخيم في الصوت النون المخفى، في صوت النون المخفى، رجوع لسان المزمار وتصعد الصويت الفموي إلى قبة الحنك، وأن الفم مهيأ على مخرج الحرف الآتي. هذا لازم يكون هذا الأمر واضح لدينا. نرى الآن على اللوحة: ويكون صوتها، صوت مين يعني؟ النون المخفى، مرققا إن جاء بعده حرف مرقق، نحو الإنسان. لاحظوا بأن الغنة مرققة لأنه بعد السين. خمسة سادسهم، أيضا التنوين بعده سين. أنفسكم، نون ساكنة بعدها فاء، النون المخفى صوت مرقق. من دون، أيضا النون مخفى عند الدال، والدال ليست من حروف التفخيم، فلذلك كان صوت النون المخفى مرقق. شو السبب؟ نرى السطر الأخير: وذلك لعدم رجوع لسان المزمار ولتسفل الصويت الفموي. هذين الأمرين سبب عدم تفخم أو عدم فخامة صوت النون المخفى. أرجو أن نكون بهذا قد بينا ما نريد تبيينه.